ابن خلدون كان مؤمن إن التوازن جوه الإنسان مش بيقف عنده بس، لكنه بينعكس على اللي حواليه. يعني إيه؟ يعني لما تكون في حالة صراع داخلي، ده بيبان في كلامك، في عصبيتك، وحتى في نظرتك للناس. ولما تكون في حالة سلام داخلي، تلاقي ردود فعلك أهدى، علاقاتك أرقى، وحياتك أصفى. مثال بسيط: شخص متوتر طول الوقت، بيزعق في بيته، بيتخانق مع زمايله في الشغل، حتى جسمه بيصرخ بأمراض وتعب مستمر. في المقابل، شخص عنده راحة داخلية، يحتوي غيره، كلامه هادي، حضوره مريح زي النسمة. ابن خلدون كان بيلاحظ المجتمعات ويقول حالة الإنسان الداخلية بتصنع ملامح المجتمع. يعني لو الناس عايشة في قلق وغضب، المجتمع كله بينعكس عليه الاضطراب. ولو الناس عايشة في رضا وسلام، المجتمع يبقى أكتر تماسك ورقي. التغيير مش كونتيجس بس، ده مضاعف. السلام الداخلي مش بس بيأثر على أقرب ناس ليك، لكنه بيتمدد زي الدائرة في المية. ابتسامة هادية منك لحد مجهول في الشارع ممكن تغير يومه. كلمة طيبة في لحظة غضب ممكن تمنع مشكلة كبيرة. ابن خلدون كان شايف إن الفرد هو بذرة المجتمع. لو البذرة صالحة، الثمرة هتكون صالحة. وعشان كده التغيير الحقيقي يبدأ منك أنت، مش من العالم الخارجي. طيب، بعد ما عرفنا إنه التغيير الداخلي بينعكس على الخارج، هل في علاقة بين ده وبين نظرية ابن خلدون عن العمران البشري؟ وهل الفرد يقدر يغير مجرى التاريخ؟ ابن خلدون كان عنده رؤية عبقرية. المجتمع مش بيتكون من قوانين بس، ولا من حكام بس. المجتمع بيتكون أولاً وأساساً من أفراد. الفرد هو البذرة. ابن خلدون كان يقول إنه الفرد زي البذرة، ولو البذرة ضعيفة ومريضة، الشجرة كلها هتبقى ضعيفة. نفس الفكرة مع المجتمع. الفرد الصالح انتو مجتمع قوي، الفرد الفاسد انتو مجتمع مترهل. دورة العمران. ابن خلدون كان شايف إن المجتمعات بتمر بمراحل زي حياة الإنسان. الولادة بداية بسيطة وقوية، الشباب قوة وازدهار، الشيخوخة ضعف وانهيار. وسبب الانهيار دايماً بيرجع للأفراد اللي فقدوا القيم والروح الداخلية. يعني الأزمة الحقيقية مش بره، لكنها جوه الإنسان نفسه. الفرد والتغيير. ابن خلدون سبق كتير من المفكرين وقال: لو عايز تغير مجتمعك، ابدأ بنفسك. صلح أخلاقك، قوي روحك، خلي عندك توازن. وقتها هتكون لبنة سليمة في بناء المجتمع. مثال من الواقع: لو شارع مليان ناس بترمي زبالة، وواحد بس قرر يحافظ على النظافة، ممكن الناس تضحك عليه. لكن مع الوقت الفكرة بتنتشر، ولما تنتشر يتغير حال الشارع كله. وده اللي قصده ابن خلدون. التغيير يبدأ من الفرد البسيط، ويتحول بعد كده لتيار جماعي. نهاية الحلقة السابعة، تشويق للي بعدها. طيب، دلوقتي عرفنا إن الفرد هو أساس المجتمع. بس إيه علاقة ده بالنهضة أو السقوط اللي اتكلم عنها ابن خلدون؟ وإزاي القيم الداخلية للفرد تقدر تغير مصير أمة كاملة؟ هنتكلم عن الأخلاق والقيم، سر نهضة الأمم عند ابن خلدون. الأخلاق والقيم سر نهضة الأمم عند ابن خلدون. السلام عليكم. ابن خلدون كان شايف إن الأخلاق مش مجرد فضيلة شخصية، لكنها أساس قيام الدول وسر قوتها. الأمانة، الصدق، التعاون، دي مش بس صفات فردية. لما تنتشر بين الأفراد، المجتمع كله يبقى متماسك. ولما تغيب القيم دي، يبدأ الانهيار مهما كان فيه قوة أو ثروة. ابن خلدون لاحظ إن الحضارات في بدايتها بتكون بسيطة بس قوية أخلاقياً، ومع الرفاهية والترف القيم تضعف والفساد ينتشر، وساعتها الحضارة تدخل في مرحلة الشيخوخة والانهيار. الدرس لينا النهاردة: لو عايز أمة تنهض، مش كفاية مصانع ولا جيوش. اللي أهم إن الأفراد يكون عندهم قيم راسخة، لأن القيم هي اللي تحمي الثروة وتحافظ على القوة. هل الأخلاق بس كفاية، ولا لازم معاه علم وتنظيم؟ ده اللي هيكتشفه في الحلقة الجاية، الحلقة التاسعة: العلم والعمل في فكر ابن خلدون. السلام عليكم. ابن خلدون كان واحد من أوائل اللي ربطوا بين العلم والعمل، وقال: العلم من غير تطبيق زي شجرة من غير ثمار.
العلم قوة مضاعفة. بالعلم نعرف نفهم العالم، وبالعمل نترجم العلم الواقع. المعادلة واضحة: علم بلس عمل التان حضارة قوية. النقد الذكي. ابن خلدون انتقد الناس اللي تحفظ العلم من غير ما تطبقه، وقال المعرفة اللي ما تتحولش الواقع بتتحول لعب. درس لوقتنا الحالي: مش المهم نسمع مواعظ أو نقرأ كتب كتير، المهم نعيش باللي اتعلمناه. ولو كل واحد طبق معلومة صغيرة، التغيير هيبقى ضخم على مستوى المجتمع كله. طيب، بعد ما فهمنا دور القيم والعلم والعمل، إيه اللي ممكن نتعلمه النهاردة من رؤية ابن خلدون؟ ده موضوع الحلقة الأخيرة، الحلقة العاشرة: ابن خلدون، دروس للمستقبل. السلام عليكم. وصلنا لآخر محطة في رحلتنا مع فكر ابن خلدون. سافرنا معاه من الفرد لجسمه وروحه لحد المجتمع وحضارته وتاريخه. أهم الدروس اللي اتعلمناها: الجسد مرآة الروح، سلامك الداخلي ينعكس على صحتك. الألم رسالة، مفيش وجع من غير معنى. الفرد أساس المجتمع، التغيير يبدأ من نفسك. الأخلاق والقيم سر بقاء الأمم. العلم والعمل معا مفتاح النهضة الحقيقية. رسالة ختامية: ابن خلدون مش مجرد مؤرخ، هو مرشد بيوضح لينا إزاي نعيش متوازنين، وإزاي ننهض كمجتمعات مش بالقوة بس، لكن بالقيم والعلم والعمل. إن نهاية الحياة مدرسة، وابن خلدون كان واحد من أفضل المدرسين. لو عرفنا نطبق أفكاره، هنلاقي نفسنا مش بس عايشين بسلام داخلي، لكن كمان بنبني مستقبل أفضل لينا وللأجيال اللي جاية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.